بطبيعة الحال كيقدم لي بعض السيارات المتميزة كذلك في داخل الشوروم. عندي في هذا المكان أصدقائي سيارة جيب رينيغيد. هذه السيارة متميزة. علاش؟ غنقول لكم. يامة جيب كان باقي عندها العز. محرك 2 لترات ديزل 1500 درهم ضريبة سنوية. هذه السيارة الأصدقاء ماشية فقط 100 ألف كيلومتر، يعني باقة ممتازة. فيها عجلات اللي هي في حاله اللي هي جيده. بالنسبه لهذه السياره موديل 2016 توت اوبسيون، مليئه بالمواصفات. شوفوا معي الحساسات فين جات ممتده في هذا المكان. طبعا سياره فيها اضواء الضباب الاماميه، الضوء ديال الاشاره، اضاءات ديال الجيب المعتاده بشكل دائري. عندي هنا 8 ديال هادو المستطيلات الافقيه اللي جاوا بواحد الشكل انيق ورائع. كتابه جيب على غطاء المحرك واحد الاسلوب اللي هو انيق ورائع. بالنسبه لهذه السياره فهي امريكيه بامتياز. كما كنشوفوا السياره كتدعم خاصيه الدخول والخروج بدون مفتاح، مرايات كتدعم يعني كتجمع وكتطوى كهربائيا. الداخليه طبعا داخليه متميزه. عندي في هذا المكان الجلد اللي كتشوفوا، طبعا كل شيء جلدي في هذا المكان، زجاج كهربائي. عندي هنايا سماعات جات محاطه بلمسات فضيه. وعندي هنايا كما كتشوفوا الواجهه المعتاده ديال الجيب. داخليه جميله جدا، عمليه كما كتشوفوا في هذا المكان. عندي واحد المسكه الا بغيت ندير الاوف رود، السياره كتعطيني واحد الروح، يعني كنقدر نستمتع بها بواحد الشكل هو انيق ورائع. كما كنشوفوا غنوريكم واحد التفاصيله اللي هي جميله لاحقا. شوفوا معايا عجله القياده، عجله قياده فيها ملتي فونكسيون. السياره فيها ليميتور ريغولاتور دي فيتاس، فيها تشغيل عن طريق الزر، كذلك فيها شاشه وسطيه. امر اخر السياره فيها كليماتيزور، وفيها كما كتشوفوا في هذا المكان كنقدر نختار ديفلوك، يعني كنقدر نلوكي او نسد الديفيرونسيال ديال هذه السياره. السياره دفع رباعي للعجلات. سياره هذه كات الاصدقاء، ما كاينش الضحك. هنا ناقل حركه اوتوماتيكي. هاند بريك اللي جا كما كتشوفوا الاصدقاء جا كهربائي. عندي الاوتو هولد، طبعا هذيك ملي كنقدر نفصل ستار اند ستوب. وعندي تراكشن كنترول، 2 حاملات اكواب، مسند وسطي، وكذلك تحته مساحه للتخزين، كنقدر نفتحها ونخزن الامور ديالي. بالنسبه للمقاعد ديال السياره فهي مقاعد فخمه كما كتشوفوا، مقاعد جات بالثوب العملي، يعني سياره جيب معروفه بالعمليه ديالها. في هذا المكان غنحاول نشعل لكم الاغنيشن. كتشعل عندي جيب بهذا الاسلوب اللي هو فخم. شوفوا معي الطابلو كيفاش كيشعل بواحد الطريقه انيقه وفخمه. كذلك السياره فيها عدادات انالوج في ذاك المكان كيعطيوني واحد الرؤيه واضحه، وكذلك فيها كوكبيت ديجيتال في الوسط. الرؤيه ديالو ممتازه صراحه. فبالنسبه لهذه السياره كذلك بالنسبه للخلف ديالها فطبعا فيها مساحات خلفيه اللي هي ممتازه. نوريكم الاصدقاء مساحتها الخلفيه ممتازه. مقاعد ديالها الحشوه ديالها جيده. بالنسبه لهذا الثوب فهو ثوب اللي هو عملي، يعتبر عملي، والتنظيف ديالو سهل. يعني سياره جيب معروفه مديوره للاشخاص اللي كيبغيو يديروا الاوف رود، وطبيعه الحال كيبغيو يستمتعوا في السياره سواء في البحر او في الامور اللي بحال هكا، يستمتعوا بالسياره وبالقياده. هذه فئه ليميتد جات مليئه بالمواصفات. فيها كذلك حساسات خلفيه، 2 مخارج عادم على اليمين. السياره فيها كاميرا خلفيه كذلك كتساعدني اثناء الاصطفاف. انا شخصيا عمري شفت جيب رينيغيد بهذه العمريه اللي متواجده عند اوتو مهدي، يعني بمدينه الرباط. صدقا يعني بكل صدق هذه السياره متميزه. فنلخص لكم المعلومات ديالها قبل ما نساو. السياره فيها دي باغ دو طوا، طبيعه الحال الا كنت باغي ندير شي حموله. بالنسبه لهاد المرايات فهما كيشعلوا ملي كنبغي نديماري السياره، فهما كيتفتحوا بواحد الشكل اللي هو انيق ورائع. نعطيكم المعلومات ديال هاد السياره. سياره جيب رينيغيد 2 لترات ماشيه 100 ألف كيلومتر، موديل 2016. سياره مليئه بمواصفات توت اوبسيون كيف ما شفتوا الاصدقاء. يعني انا كنحاول نعطيكم لمحه خفيفه وما نطولش عليكم. الناس المهتمه جيو عندهم وشوفوا بعينيكم، وان شاء الله الا كتبت لكم الله يسخر. بالنسبه لهذه السياره الكيلومتراج ديالها 100 ألف كيلومتر، موديل 2016، توت اوبسيون مليئه بمواصفات. الثمن ديالها يعني بروموسيون عند اوتو مهدي هو 17 مليون ونص. اصدقاء سارعوا. السياره كذلك فيها واحد الاوبسيون اللي زوينه، هي انها فيها واحد الكاميرا تما كتقرا البانوات، كتقرا ليا البانو ديال السرعه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو سيارات فخمه يعني واعتماديه كذلك، واللي عندها واحد لا توني دغوت اللي هي ممتازه، وعندهم واحد البيدجي شويه مرتفع، فاوتو مهدي كيقدم لك كذلك سياره فولفو اكس سي 90. اصدقاء ماشي اي فولفو اكس سي 90، هذه العامره دي 5. بالنسبه لهاد السياره 2 لترات، محرك هو اقوى محرك في ديزل 2019 الموديل ديالها، ماشيه 86 ألف كيلومتر. وبالنسبه للونتروتيان ديالها فهو كان دائما في لا ميزون. الاصدقاء لونتروتيان ديالها ريغولي في لا ميزون. مساله اخرى ان هاد السياره هذه الثمن ديالها بروموسيون كذلك، غنخليه لكم تنظروا عليها. بالنسبه للاضاءات ديالها الاماميه فهي اضاءات متميزه جات بتقنيه الليد، كتكيف على حسب القياده. فيها واجهه اماميه متميزه. السياره فيها كل مواصفات السلامه الحديثه، فيها الرادار التفاعلي، وكذلك حساسات اماميه اللي كتساعدني اثناء الاصطفاف. السياره كتدعم يعني واحد الكابو اللي كبير، فيها خطوط انسيابيه كتساعد بطبيعه الحال من اجل تفريغ الهواء. جونوط بمقاس اللي هو جميل، بمقاس ديال 19 البوصه، راكب على اطارات 235 55، كتعطيني واحد الراحه. وبالنسبه للسسبونسيون ديال الطوموبيل فولفو الاصدقاء راه معروفه بالثبات ديالها والرصاوه على الطريق.
طريق. عندي تما كما كتشوفوا كاميرا ديال لين اسيس باش السياره كتبقى داخل المسار. مرايات الجانبيه جات راكبه على الابواب طبعا من اجل يعني تحسين الانسيابيه وتقليل الضوضاء داخل المركبه. شوفوا معايا الفخامه، الزجاج كيفاش جا محاط باللمسات الكروميه. السياره كتدعم خاصيه الدخول والخروج بدون مفتاح. بالنسبه للداخلي ديالها فهي متميزه طبيعه الحال. هنا كنتكلموا على المصنع السويدي اللي كيهتم بالتفاصيل. السويد يعني دائما هما كيهتموا بالتفاصيل وكيهتموا بالسلامه ديال السائق. يعني السياره مليئه بالايرباغات. شنو نقول لكم، ماشي واحد ماشي جوج ماشي خمسه ماشي 10. السياره تخيلوا معايا كيقدر يوصل الايرباغات يعني حتى 15 ايرباغ. يعني السلامه بيد الله اولا واخيرا، لان سيارات فولفو متميزه وطبيعه الحال التفاصيل عندهم هما اهم حاجه. كما كنشوفوا مقاعد جات كهربائيه مع ثلاث حفظ الذاكره. عندي لمسات فضيه هنا في هذا المكان. عندي هنايا اضاءه محيطه كتجي في هذه السياره. مقبض فتح الباب بجانب اللون الفضي. ملي كنقدر نغلق ونفتح مقاعد زجاج جا كهربائي بالكامل مع مرايات كذلك. مسند وسطي بالجلد اللي هو فخم جلد اللي هو طبيعي. السياره فيها كوير نابال اصدقاء. اماكن للتخزين. بالنسبه للمقاعد جات بتحكم كهربائي بالكامل مع دعم القطنيه. مقاعد هي مريحه والجلسه فيها ممتازه. الحشوه جيده والملمس رائع. يعني الفخامه بامتياز، فخامه اسويديه. سياره كتدعم كل المواصفات الحديثه اصدقائي. بالنسبه للكوكبيت فهي فيها كوكبيت ديجيتال بالكامل، يعني لوحه قياده ديجيتال. فمن هنا عندي زر التشغيل كندور على اليمين وكيشعل عندي بواحد الاسلوب اللي هو فخم ورائع اصدقائي. كما كتشوفوا جا ديجيتال فيه لا نافيغاسيون بواحد الاسلوب اللي هو فخم ورائع. بالنسبه للسياره كذلك فيها اعدادات عديده. فيها شاشه وسطيه طبعا كما كتشوفوا. شاشه وسطيه هذه كتدعم كل كونيكتيفيتي الحديثه، يعني ابل كار بلاي واندرويد اوتو بلوتوث. يعني كتواكب العصر واحد الاسلوب اللي هو انيق ورائع. يعني السياره كنهضروا حنا على موديل حديث الاصدقاء. فيها ناقل حركه هنا اوتوماتيكي. شوفوا معايا اللمسات، يعني التطعيمات الكروميه ذاتها فخامه مع انماط القياده اللي كتدور بواحد الاسلوب اللي هو فخم ورائع. كما كتشوفوا هاند بريك جا كهربائي اوتو هولد طبعا الا بغيت ستار اند ستوب عفوا الا بغيت طبعا نفصل هذه الاوبسيون. هذه السياره هنا شوفوا معايا مساحه التخزين بزاف ديال حامله الاكواب مع طبعا هذاك ديال ولاعه. السياره فيها مسند وسطي جلدي وهذه المواصفات يعني كتعزز الراحه للراكب. نشوفوا التصميم الخلفي او نشوفوا المساحات الخلفيه ديال هذه السياره. طبعا السياره جات بتصميم خلفي ممتاز. فالاصدقاء كما قلت ان السياره جات بتصميم خلفي ممتاز، فحاولت نشعل لكم الاضاءات ديالها. شوفوا معايا ما شاء الرحمن تصميم الاضاءات الخلفيه المعتاد عند فولفو جميل وانيق. السياره فيها اضاءات كامله بتقنيه الليد. كتابه اكس 90 في هذا المكان. وعندي هنا البلاكه محاطه. السياره دي 5 اول ويل درايف دافع كلي للعجلات. السياره كذلك فيها حساسات خلفيه كتساعدني اثناء الاصطفاف وطبعا كاميرا خلفيه. بالنسبه للماله ديالها او الكفر ديال السياره فكيجيني طبعا تحكم كهربائي. كنتكلم على الرفاهيه والفخامه. هذه السياره الاصدقاء كما كتشوفوا فهي فيها 7 البلايص. هنا عندي ستاره الا بغيت نحجب محتويات الكفر او كنجرها كاريمون. بالنسبه للسياره كذلك هنا كما كنشوفوا عندي مساحه تخزين تحت البلونشي الا بغيت نزيد نخزن شي حاجه. بالنسبه للاغلاق فهو كهربائي من هذا المكان. كنغلق هنا عندي اختيار سواء نغلق الكفر بوحده او نغلق الكفر كذلك ومعاه نغلق السياره. مساله اخرى هذه السياره فيها واحد لوبسيون جميله اصدقائي. هي شنو هي؟ هو كنقدر نفتح الكفر عن طريق تمرير القدم بواحد الاسلوب انيق وفخم. فغندوز رجلي طبعا وكيتفتح عندي الكفر بواحد الاسلوب اللي هو فخم. يعني كيقدر يخدم يقدر ما يخدمش على حساب كل واحد وزهروا مع السياره حتى الاصدقاء. فنمشيو نشوفوا الداخليه التصميم الخلفي. طبعا شوفوا معايا الاهتمام بالتفاصيل. هنا عندي مقابض الابواب. عندي هنا لمسات كروميه محاطه شيء جميل جدا. فالسياره جات بداخليه رائعه. شوفوا معايا الاصدقاء كنحاول نقرب لكم الصوره. الفخامه بامتياز. الكوير اللي هو مارون صراحه هذا اللون هذا متميز خصوصا الناس اللي عندها الاطفال. فالونتروتيان ديالو كيكون مزيان وكذلك انه ما كيتوسخش بسرعه. كما كتشوفوا المقاعد جات 3 مقاعد يعني منفصله، يعني كيجلسوا 3 الاشخاص بكل اريحيه. السياره فيها سقف باللون الابيض مع اضاءات كتفتح النفس. وكذلك هذه السياره كتعيشك رحله وتجربه قياده ممتعه. فنذكركم بالمعلومات ديال هذه السياره. طبعا سياره فولفو اكس 90 اللي كيعرض اوتو مهدي. سياره صراحه كيعرضها بواحد السعر اللي هو ممتاز. السياره اللي جات مليئه بالمواصفات. طبعا بالنسبه لهذه السياره اصدقاء فهي موديل 2000 عفوا. بالنسبه لهذه السياره فهي موديل 2019 2 لتر دي 5 ماشيه 86,000 كيلومتر فقط، مليئه بالمواصفات الحديثه. بالنسبه للونتروتيان ديالها فهو كان دائما في لاميزون. الثمن ديالها 43 مليون. فالجوله ديالنا الاصدقاء عند اوتو مهدي فهي وصلت النهايه ديالها. التغطيه كانت صراحه كان كيقدم سيارات اللي هي متنوعه وعديده. بالنسبه للناس المهتمه فطبعا راكم عارفين السيارات. عطيتكم الرقم
وعطيتكم لا لوكاليزاسيون. الناس المهتمه جيو تواصلوا معاهم مباشره، والله يسخر لينا وليكم جميعا. كما كتشوفوا هذا هو الرقم ديالهم، تواصلوا معاهم مباشره وقولوا لهم انكم جيتوا من طرف ايمن اوتو نيوز ماغازين، وان شاء الله ما يكون الخير. كنشكركم وصلتوا لهذه المرحله الفيديو، كنتمنى نكون ساعدتكم بشان سيارتكم المستقبليه. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه، حياكم الله.